وفيلا العمري. نزلت براء، نزلت وكان واضح عليها التعب. شافت مامتها، حاولت إنها تتصنع الابتسامة. صباح الخير يا ماما. كانت قاعدة مركزة في الموبايل بتاعها. صباح النور. قعدت جنبها براء بهدوء. ماما، هو اليوم ده مش بيفكرك بحاجة؟ بصت لها باستغراب. قصدك ايه؟ أنا مش فاضية، قولي على طول. يعني النهاردة يوم مميز بالنسبة لي. براء، قولي. أنا بكلم صحابي عشان الجمعية، أنا ما عنديش وقت. ماما، عيد ميلادي. يا براء، انت لسه فاكرة يا حبيبتي؟ انت كبرتي على الكلام ده. براء بصت للأرض بحزن. بس السنة اللي فاتت ما احتفلتش بيه برضه. ده غير ان انا ما رضيتش اتكلم مع بابا امبارح لاني عارفة ان هو مش هيوافق. بس انتي يا حبيبتي، يا حبيبتي مش ضروري ان انتي تحتفلي بيه. خلاص بقى، هعدي اليوم. بصيت لها بحزن وفجأة بقت بتكح. ايه ده؟ انتي عندك برد؟ اه، باين كده ان انا داخلي دور برد. يوه، وقاعدة جنبي؟ انتي عارفة ان انا مش بحب كده. انتي ممكن تعديني وانا ورايا مشاوير قد كده، مش حمل ان انا اتعب. بصيت لها براها بحزن وحاسه ان هي دي مش مامتها، ولا دي عيلتها، ولا ده اصلا مكانها. قومي، قومي اطلعي اوضتك، وانا هبعتلك الخدامه عشان تعملك كمادات. براء قامت وقفت وبصت لها بعتاب وطلعت. اما هلا فبصت عليها بضيق عشان زعلت منها، بس رجعت تكمل كلامها مع اصحابها تاني. وفي كليه التجاره نزلت رغد بعد ما زين وصل الكل للجامعه بتاعتهم. نزلت ولقيت رنا واقفه مستنيه قدام البوابه. ابتسمت وشاورت لها، ورنا قربت. شكرا يا زين. العفو يا رغد. رنا ساعتها قربت منها وزين جت عينه عليها. طب محتاجة حاجة يا رغد؟ لا شكرا. هز راسه وبعدين مشي. رنا كانت بتبص للعربية، لكن الحقيقة إن هو كان بيبص عليها من المراية. هو الواد ده يقرب لك ايه؟ يبقى صاحب آدم وكان عايش في أمريكا. أمريكا؟ وأنا أقول جايب الشعر الحلو ده منين؟ الواد كده شكله قمر. طب اسكتي يا اختي، اسكتي هتفضحينا. والله ما قادرة. واد أمور قوي يا رغد. انتي كل الشباب بالنسبة لك أمورة يا بيبي. قلب الكبير بقى بيتحمل الكتير والكتير. وفي مصنع كبير للحديد دخل آدم ووراه بعض الموظفين، وزين كان حاطط ايده في جيبه. قرب منه المدير. أهلا بحضرتك، دورت مكانك. دفتر الحسابات فين؟ المدير جابوله بسرعة وحطه قدامه. آدم فتحه وابتدى يدقق في التفاصيل ويشوفه بتركيز. أنا بظبط كل حاجة أول بأول والله، وبهتم كويس جدا بالشغل يا آدم بيه. كان متوتر، مش علشان هو عامل حاجة غلط، بس سمع في باقي المصانع إن الرئيس الجديد مش سهل، وأي غلطة بيلقطها على طول. آدم اداله الملف بهدوء ودخل المصنع يتأكد من إن كل حاجة ماشية تمام. والمدير أخذ نفسه براحة. زين حط إيده على كتف المدير. احمد ربنا، انت نجيت من تحت ايده. بصله المدير بتوتر، وزين قرب من آدم وقال له ورانا باقي المصانع، مش يلا ولا ايه؟ آدم هز راسه ولف وخرج ومشوا بالعربية. وفيلة العمري كانت نايمة على سريرها ومتغطية، جنبها علبة المناديل بتاعتها. بس ساعتها كانت بتعيط علشان مش لاقي الاهتمام من حد، حتى مامتها خافت على نفسها منها. دخلت الدادة وحطت طبق صغير فيه مية وجنبها فوطة. شكرا يا دادا. ابتسمت له وخرجت. قامت وقعدت مسكت تليفونها وكانت هتتصل بيه، بس اتراجعت. حطت التليفون على الكومود جنبها وسكتت بحزن. نامت وهي ضمة نفسها والدموع متجمعة في عينها. وفي بيت صالح كان البيت كله فاضي، وتحديدا في أوضة عمر اللي كان قاعد على الكنبة وبيدخن. فجأة خرجت بنت من جوه، قعدت جنبه. هنتقابل تاني؟ أوكي، بس لازم تتصرف في حكايتك مع بنت عمك بقى. أنا مش هفضل كده كتير. ما تقلقيش، هفتح الموضوع بكرة مع عمي. أعمل حسابك، الفيلا هتتكتب باسمي. أكيد، أخد أنا بس الأملاك وكل حاجة تبقى تحت إيدك. ابتسمت بخبز وهو قام وقف. بس بصراحة هي حلوة وتستاهل اللي يقرب منها. قصدك إنها أحلى مني يعني ولا إيه؟ لا مش قصدي كده. طيب أنا أدخل الحمام. دخل. هي ابتسمت بخبز وبصت على شيء على الكومود. راحت ناحيته، أخدت التليفون من وراه وقفلت الفيديو وهي بتبتسم بخبز. وبالليل وفيلا العمري كان عزيز وهالة وسليم قاعدين على السفرة. أمال هند بقالها يومين ما جاتش ليه؟ مش عارفة، اتصلت عليها امبارح وما ردتش.
أمال فين براء؟ دي جالها برد ونايمة فوق. طب أنا هطلع أشوفها. اقعد. أنت عايز تتعدي منها ولا إيه؟ هو أنت بتتكلم معاها كده ليه يا بابا؟ أنا بحس إنها مش بنتك. سليم، اتكلم معايا كويس. والله أنا بتكلم كويس. أنا بس بقولك ليه بتعاملها كده. بنت مستهترة، مش عارفة حاجة عن الدنيا، فاكرة إن كل حاجة بتعدي بالحب. مغفلة بجد. هو ده السبب؟ بجد يا بابا؟ أنا مش مصدق. سليم، أنا خارج وأبات عند صحابي النهاردة. استنى يا سليم، كلم باباك كويس. بس سليم ما ردش عليها وخرج. عزيز اتنهد، حط ايده على راسه. ايه ده يا حبيبي؟ طب روح اطمن عليها. أنا تعبان ومش فاضي للتفاهة دي. قام طلع على أوضته، وهالة اتنهدت بضيق وفي أوضة براء اللي كانت قاعدة عمالة بتترعش رغم إنها كانت متغطية. كانت حزينة وعيونها ووشها كله أحمر. النهاردة عيد ميلادها وهيعدي زي أي يوم عادي. فجأة تليفونها رن. قامت بتعب ومسكت التليفون. كان هو. بصت لاسمه بتردد، اتنهدت وردت. سمعت صوته. براء. نعم. فيكي ايه؟ مفيش، تعبانة شوية. عندك ايه؟ برد أو سخونية، أنا معرفش أنا فيا ايه. تمام، لو احتجتي حاجة كلميني. سكتت شوية، توقعت منه إنه يقول لها ألف سلام عليكي أو حاجة، بس هو سكت. سلام. ما ردش وقفل الخط. زعلت وبصت للتليفون بحزن. رميته على السرير ودموعها نزلت منها. غبية، أنا بجد غبية. توقعت منه اهتمام عمره ما هيظهر. محدش بيحبني، أنا نكرة. أيوة نكرة. وبقت بتعيط بحزن وكسرة وقهر، متوقعة إن الكل بيكرهها. وبعد وقت كانت لسه عمالة بتعيط، قلبها وجعها، حاسة بقبضة فيه. كانت دافية ووشها في المخدة. فجأة الباب اتفتح ودخل شخص. قفل الباب وراه. سمعت تكة المفتاح. أنا مش عايزة حاجة يا دادا، امشي سيبوني لوحدي. لكن الباب ما اتفتحش والخطوات بقت بتقرب منها. كانت خطوات تقيلة ماشية بهدوء. لفت وبصت، رفعت عينها واتصدمت. آدم كان واقف قدامها ببدلته الرسمية، حاطط ايده في جيبه. ليه الدموع دي؟ كانت بتبصله بذهول وصدمة. فجأة قربت منه، لفت ايدها الصغيرة حوالينه. كانت بتعيط بفرحة وحزن، مشاعرها متلخبطة. كانت فرحانة إنه هو جه، كانت حزينة لأن الاهتمام جالها منه هو مش من حد من أهلها. بعدت بسرعة وصدمة، بصيت له بخوف. أنت إيه اللي جابك هنا؟ ممكن حد يشوفك. قاعد على السرير. اهدي، أنا قفلت الباب. أنت جيت إزاي؟ إزاي دخلت هنا؟ بطريقتي. بصت بخوف على الباب. بس ممكن. اهدي يا براء، الكل نايم. بصت للساعة واتصدمت. الوقت متأخر فعلا وهي ما كانتش واعية. هو بصلها، حط ايده على قورتها وبعدين مسك شنطة أدوية صغننة. من امتى وانتي تعبانة كده؟ من الصبح. وما اتصلتيش عليا ليه؟ ما حبيتش اضايقك. لما اهتم بصحة مراتي تبقى دي برضو؟ ما توقعتش انك هتيجي. خرج الدواء من الشنطة واداهولها. بصيت له، لاحظت علبة كرتونية شكلها حلو على السرير وراه. انت اللي جبت دي؟ ايوه. فيها ايه؟ ابتسم بخفة ومسك الكرتونة وحطها قدامها. بصيت له، ابتدت تفتحها. اتصدمت لما لقيت تورتة صغيرة بالشوكولاتة. ابتسمت بفرحة وبصيت له، لقيته بيبصلها بهدوء بابتسامة خفيفة. كل سنة وانت طيبة. ايه ده؟ انت عارف؟ قلتلك انا عارف كل حاجة عنك يا براء. بصيت له، كانت حاسة انها هتعيط. حطت التورتة على جنب وقربت منه، لفت ايدها حوالين رقبته. عيطت في حضنه. هي فعلا كانت حزينة جدا. بعدها عنه وقال لها كفاية دموع بقى. أخد العلبة وحطها على رجلها ولقيت معاها آلة حادة صغيرة بلاستيكية. ايه؟ طيب مش هتغني؟ نعم. أغنية عيد الميلاد. لا ماليش أنا في الكلام ده. توقعت إنك ممكن تغني عشان أنا تعبانة بقى وكده. أنا فعلا مش بحب الغنى، فيلا بقى قطعي وبلاش استعطاف. ضحكت وقطعت قطعة من الكيكة. أخدتها ورفعت إيدها عشان ياخد حتة. أنا مش باكل سكريات. طب حتة صغننة عشاني أنا. براء لفت نفسها بسرعة كأنها شايلاها. عشان خاطري. هو كان بيبص لها بابتسامة. بعدتها شوية وحطت إيدها على بطنها.
بس شبعت، بطني وجعتني. ما انتي كلتي نصها، وده غلط عليكي كمية السكريات دي كلها. عشان نفسي بقى، أنا بردانة قوي. أخدها في حضنه وضمها جامد وغطاها. هي غمضت عينها بابتسامة خفيفة. هو كان بيمسح على ظهرها بهدوء، لف وسند نفسه على السرير وخلاها تنام. هي نامت وراحت في النوم. كان بيبص قدامه بجمود، مش متخيل إنه دخل بيت عدوه عشانها. بصلها، لقاها مبتسمة بخفة وهي نايمة، دفنة نفسها فيه. اتنهد وقام وغطاها كويس، بصلها شوية وبعدين خرج وهي كانت نايمة مبتسمة وحضنا المخدة. ولحد هنا انتهت الحلقة دي. استنونا الحلقة الجاية، بس مستنية كومنتاتكم وآرائكم وتقولوا لنا توقعاتكم للحلقة الجاية. ولحد هنا انتهت الحلقة، استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، يا ريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا الحلقة الجاية. أشوفكم على خير. باي باي.